من أهم القدرات والإمكانيات اللي لازم تكون عند أي صاحب بيزنس، يمكن حتى كمان يتمكن منها ويتأكد إن هي موجودة عنده وبتشتغل بكفاءة قبل ما يفتح حتى البيزنس، وهي القدرة على الاتخاذ للقرار المالي. قدرة اتخاذ القرار المالي مهمة جدًا حتى من قبل ما تفتح البيزنس بتاعك. الcase study بتاعة النهارده هي بتحدد وبتبين لنا قد إيه فعلًا القرار المالي مهم جدًا، لأن صاحب الcase study النهارده ده كان صاحب مطعم اتخذ قرار. القرار ده كان هو فاكر إن هو درسه بشكل كويس واستشار بشكل كويس طبعًا، وقعد يتخذ القرار ده فترة طويلة جدًا على ما اتخذ القرار، وفي الآخر بعد 3، 4 سنين تبين إن فعلًا سبب خسارة الbusiness هو القرار المالي اللي هو اتخذه ده. طيب القصة كانت عاملة إزاي، أو القصة كان شكلها عامل إزاي؟ عميل جالي وكان المفروض إن إحنا نشتغل على الcost بتاعه، وعلى الmenu بتاعه، وعلى التكاليف، وعلى المصاريف التشغيلية، وعلى المصاريف الإدارية. لمّا جينا بصينا في الورق، لإن عادةً أنا باطلب الورق إن أنا أبُص للحسابات، يعني مثلًا 3 شهور فاتوا، 6 شهور فاتوا، maximum سنة لورا. الحاجات دي كلها على الورق باينة إن هي إلى حدٍ ما منطقية، إلى حدٍ ما مناسبة لنوع الbusiness بتاعه، مناسبة لعدد العُملا، وعدد كمان العُمّال والمصاريف التشغيلية، وكمان حجمه في السوق مناسبة جدًا. الكلام ده كان كُلّه على الورق. طبعًا كان في شوية ثغرات، بس مش هي اللي كانت سبب الخساير دي كُلّها. وكانت من وسط الدردشة مع صاحب الbusiness عشان أفهم برضه الbusiness أكتر بتاعه، التشغيل بتاعه كان عامل إزاي، الجودة بتاعة الإدارة كانت عاملة إزاي. اتضح فعلًا إن هو كان في وقت كورونا، في وقت القفل، وكان الbusiness بتاعه اتأثّر بشكل كبير جدًا، business المطاعم. اشتغل شوية على الdelivery والكلام ده كلّه، ولكن مش بنفس الكفاءة اللي كان فيها تشغيل الصالة والعُملا والزباين بتروح له جوّه المحل بتاعه. فاستغل الفرصة دي وراح جاي عامل قرار، أو اتخذ قرار. القرار ده فعلًا أثّر عليه لحد 2026 بالسلب. القرار ده وهو قرار التوسُّع. كان محل صغير، قرر إن هو ياخد المحل اللي جنبه ويفتحهم على بعض، وعشان تبقى الصالة كبيرة بعد الأزمة ما تنتهي يقدر يتوسّع أو يقدر يستقبل عُملا كتير جدًا. ولكن ما حسبش الحسبة، أو ما أخدش القرار المالي بشكل كافي أو بشكل مناسب، ولكن هو ما عملش حساب وضعه في السوق عامل إزاي، الشريحة اللي هو آآ متحكم فيها، أو الشريحة اللي هو امتلكها في السوق بالنسبة لسوق المطاعم، بالنسبة للمنطقة بتاعته. الدليفري أو التوصيل اشتغل عنده بشكل كبير جدًا، يمكن حقق كمان أكتر من نُص المبيعات خلال آخر 3، 4 سنين من بعد الفترة بتاعة كورونا. الفترة بتاعة كورونا وما بعدها كمان، ويمكن قفز لحد 2024، 2025 بيحقق نسبة أكتر من 50% من المبيعات جاية له من التوصيل. ولكن قرار التوسُّع إن هو يفتح محل تاني جنب المحل الأساسي ويفتحهم على بعض، كان متخيّل إن هو بالشكل ده هيقدر يستقبل مبيعات أكتر، هيقدر يستقبل زباين أكتر، وبالتالي المبيعات هتزيد بشكل كبير جدًا من الأكل داخل الصالة، أو الdine in زي ما بيقولوا في مجال المطاعم. ولكن اللي حصل العكس، إن هو فعلًا المبيعات عنده زادت بشكل كبير جدًا، ولكن المبيعات دي كانت عن طريق التوصيل. ولكن العمالة اللي موجودة عنده، والمصاريف اللي صرفها، وكمان المصاريف التشغيلية، والمصاريف كمان التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة، أثّرت بشكل كبير جدًا. يمكن كمان تأثيرها كان يفوق تأثير المبيعات على الأرباح. تأثير المصاريف والتكاليف اللي هو اتحمّلها، وتكاليف الديكور، وتكاليف الكهربا والمَيّة والنضافة والصيانة والحاجات دي كلّها، دي يعتبر من ضمن المصاريف التشغيلية للمكان الجديد اللي هو توسّع فيه. دي أثّرت بالسلب على الأرباح. ولكن فعلًا ظهرت المشكلة الأساسية من الكلام مع العميل. عشان كده لمّا تيجي تتكلّم مع أي محاسب، أو أي محاسب ييجي يسألك، اتكلّم معاه، أو أنت كمحاسب كمان لمّا بتيجي تشوف شغل ناس، اتكلّم معاهم بشكل أكبر، مش بس على القوائم المالية ولا حتى على الورق. لأ، ارجع بالزمن شوية. لإن أنا لو ما كنتش فعلًا سألت، وما كنتش إن أنا دردشت معاه الدردشة دي والحكاوي دي كلّها، عملنا إيه أيام كورونا، المبيعات كانت عاملة إزاي، وارجع بالسنين لورا، ارجع بالسنين لورا. لإن أنا عايز ألاقي سنة التحوّل لسنة الأساس اللي إحنا بنسميها سنة الأساس وسنة المقارنة والكلام ده، إن أنا إمتى المبيعات اتحوّلت، وإمتى الأرباح اتحوّلت بقت خساير، إمتى بدأ يخسر. واتضح فعلًا إن هو بدأ يخسر من 3، 4 سنين فاتوا. الأرباح بدأت تنزل بشكل كبير جدًا، وده بسبب التكاليف اللي هو اتحمّلها، بسبب قرار مالي كان هو متوقع إن هيعود عليه بالفايدة، ولكن عاد عليه بالسلب. فمعظم الخساير اللي بيحققها أي business، أو اللي بيوصل لها أي business بعد النجاح اللي كان فيه، ده بيكون بسبب قرار مالي حصل
مش باين في السنه الماليه الاولى، مش باين فيها القرار المالي ده اثر بشكل عامل ازاي على القوائم الماليه سواء ارباح او خسائر، ولكن لازم نرجع بالزمن لورا شويه، سنتين 3 سنين، عشان نقدر نشوف فعلا امتى التغيرات دي حصلت. ليه بقى؟ لان انت لما تظهر معاك المصاريف التشغيليه وتظهر معاك مصاريف الديكور ومصاريف الكهرباء والفواتير والحاجات دي كلها، هتلاقيها زادت بشكل كبير جدا. بس امتى هتلاحظ المقارنه دي؟ لما ترجع لسنه 2021 وانت اساسا بتقارن 2026. فانت معاك 2021 2022 لحد وصولا ل 2026، مصاريف الكهرباء عماله بتزيد، مصاريف الايجار طبعا زاد طبعا لان هو اخذ المحل اللي جنبه. الحاجات دي كلها اثرت بشكل كبير جدا على الارباح بتاعته. وعلى الجانب الثاني المبيعات ايوه زادت، ولكن ما حققتش نفس الارباح اللي كان بيحققها الداين ان، لان طبعا احنا عارفين ان التوصيل بتبقى المصاريف التشغيليه او التكاليف بتاعته اكتر، فبيقلل من نسبه الربح. ودي تركات صغيره كده انت لازم تعرفها عشان خاطر اي توصيل او اي اوردرات او اي طلبات خارجيه المطعم او الكافيه او المكان اللي بيشتغل في الفود اند بيفرج بيوصلها لبيت العميل او بيوصلها لمكان العميل، العميل ما بيروحش عنده، دي بتبقى تكلفتها زياده. ليه؟ لان هو في اغلب الاحيان بيبيع الاوردر او الطلب للدليفري بنفس السعر اللي بيبيعه جوه المطعم، وده طبعا بيغير معاه التكاليف، بيغير معاه الارباح كلها، لان طبعا التوصيل او الدليفري بيبقى ليه بقى شغل التغليف والباكينج وكمان الحاجات اللي بتضاف اكسترا، وطبعا مضطر ان هو يزود البورشن شويه يناسب البورشن اللي موجود او المكونات اللي هي موجوده جوه المطعم عشان العميل يبقى راضي. فالتوصيل طبعا مبيعاته بتبقى خرافيه اكتر من الداين ان، ولكن الارباح بتاعته عاده بتبقى اقل. ليه؟ لان انت كده كده عندك العماله بتاخد مرتبات، ولكن في الناحيه الثانيه انت محتاج عامل توصيل واحد، او حتى التطبيقات اللي شغاله دلوقتي هي اللي بتوصل، وطبعا العموله اللي تاخدها التطبيقات من المؤسسه او المطعم او البيزنس ذات نفسه، وده كله بيأثر على الارباح بتاعتك. فانت خد قرار مالي سليم، ادرس العواقب بتاعته فعلا، وكمان حط في بالك على طول الورست كيس سيناريو، اسوأ الاحتمالات هيحصل ايه، عشان البيزنس بتاعك ما يتأثرش بالقرار المالي اللي انت اتخذته بالسلب. شكرا، اشوفكم الفيديو الجاي.